اخلعوهم ببلا كيما هذا وديروا هذا الويكاند. وعلى بالي تحبوا الحاجه جديده وكالعاده غنجيب لكم غير الوصفات السهله اللي ديروها الويكاند. طاح في ظهركم هذا الطبق الروسي اللي يسمى جوج غوركي مياسم، عباره على فطائر محشيه بزاف بنينه خفاف بدون خميره الخبز، سهلين مهلين وبنتهم كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نبداو باللاباط، واليوم استخدمت لافارين دو بلي توندغ تاع عمور. هاد لافارين بزاف هايله بجنين القمح، فيها عده فوائد منها الفيتامين او والبي والزنك، تقدروا تخدموا بها واش حبيتوا وتساعدكم بزاف في الخدمه ومفيده بزاف للوصفات الصحيه. ديت منها 800 غرام، زدت معاها 250 غرام تاع ياغورت طبيعي، زوج حبات تاع البيض، 180 غرام تاع الزبده، مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، ومغرف صغيره تكون معمره مليح تاع الملح. نخلط كامل المكونات بهذه الطريقه ونبدا نلم فيها يا بالحليب يا بالماء حتى نحصلوا على العجينه تكون طريه وحاكمه روحها هكذا. نغلفها ونحطها تريح ما بين نروحوا نحضروا لافاغ. هنا عندي صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته مربعات صغيره بهذه الطريقه. بالنسبه للخضرات تقدروا ديروا اي خضره حبيتوها. هنا خديت كميه تاع الشامبينيون اللي كنت قطعته في رقيق، زدت معاه حبه تاع فلفل خضر كبيره مع حبه صغيره تاع فلفل احمر قطعتهم، حبه تاع البصل كيف قطعتها مربعات صغار في مقله، ندير فيها شويه تاع الزيت، نحط كامل هذاك الدجاج يتقلى مع شويه فلفل الكحل حتى وني يتحمر مليح. بعد ما يتحمر نحوه من المقله، وفي نفس المقله حطوا البصل مع الفلفل يتقلاو مليح. اذا شفتوها مخصوصه شويه تاع الزيت ديروا شويه زيت حتى وني يدبالوا. بعدها نحط هذاك الشامبينيون نخليهم يتقلاو مع شويه تاع الزبده. بعدها نضيف هذاك الدجاج اللي كنا قليناه مع شويه توم بودره، شويه توابل الدجاج، نزيد لهم شويه تاع الماء، شويه تاع لاكريم ليكيد، مغرف كبيره تاع الجبن، نخليهم يتكتكوا شويه ونطفي عليهم. لاباط هنايا بعد ما ريحت ندي مرسو منها، هذا راح نديكوريو به، ونقطع المرسوات كامل بهذه الطريقه ونديرهم كويرات صغار. تحبوا الخبيزات كبار كبروا، تحبوهم صغار صغروا. نجو نفتحوا لاباط تكون رقيقه بهذه الطريقه، نحطوها في ان بول، نسيو كيفاش ندخلوها مليح. ندير في الاول شويه تاع فروماج غابي، بعدها هذيك لافاكس بعد ما بردت اللي كنا خدمناها، ونغلقوها بهذه الطريقه. زيروا عليهم مليح، اذا شفتوا كاين عجينه بزاف نحوا الزائد تاع العجينه، اقلبوها وتخرج لكم بهذه الطريقه. بالنسبه لهذيك اللاباط اللي كنا قطعناها في الاول باش نديكوريو بها، نخدموا بها هذه الاشكال كما راكم تشوفوا، كل حاجه راهي واضحه. نشكلوهم بهذه الطريقه ونجو نديروهم فوق العجينه، نزيدوا نديروا عجينه مكوره صغيره هكذا وندهنوهم من الفوق بصفار البيض مخلط مع شويه حليب. ندخلهم على الفرن مسخن من قبل على 180 درجه حتى وين يطيبوا ويحمروا مليح، وتقسموهم من الفوق وتقدموهم على شكل طنيجرات هكذا وبصحتكم.